بقول لحضرتك انا عايز اقول لك ان في قسيس انا اعرفه بالاسم وممكن اقول اسمه لو انت عايز تعرف، ليه اختين الاتنين اسلموا. طب ومفيش مشكلة يسلم عادي. طيب ما انا عندناش حد الردة. لا موجود والله يا فندم. لا ما عندناش حد الردة، انت عارف حد الردة واخد اسلام فقط. قصدك يعني على الحديث اللي بيقول اللي بيخالف الشريعه يتقتل؟ يعني انت اضرب دينك انا راجل بسالك مسلم. سؤال، صح انت قصدك على مسلم؟ النص اللي بيقول اللي يخالف الشريعه يتقتل صح؟ عشان بس نعرف احنا برد لك واوضح لك، صح يا فندم؟ تمام تمام. ده نص في الكتاب تمام المقدس يا تمام. فندم. اهلا بيك. من خلف ناموس موسى فعلى شاهدين تمام. او ثلاثه يموت بلا رأفة، وفي الترجمات الثانيه يقتل بلا وانا رأفة. مالي وانا مالي، انت بتحاسبني ليه بشريعة موسى بقى؟ ليه يا فندم؟ ايه المشكله؟ مش ده كلام ربنا؟ مش العهد اهو القديم ده كلام كلام ربنا. ربنا يا انت فندم؟ حضرتك انا الوقت بتكلمني ليه هنا بشريعة موسى؟ طيب تمام يا فندم. ما يعني المسيح نفسه قال ما جئت لانقض الناموس بل لاكمل، فان الحق اقول لكم الى ان تزول السماء ده والارض صحيح. ولا يزول حرف واحد او نقطه واحده من الناموس حتى يكون هذا كله. ده تمام. انت حضرتك بقى السؤال بقى ليه كلامك مظبوط 100%. ايوه يا فندم. حضرتك برضو ما ردتش على سؤالي. دلوقتي انت بتقولي ده مش موجود الا في الاسلام، طلع موجود اهو. من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين او ثلاثه يقتل او يموت بلا رأفة. ويخالف نص موسى في ايه؟ انت عارف النص بيتكلم عن ايه؟ عشان انت بتدخل الخطوط في بعضيها. بيتكلم عن ايه يا انت فندم؟ عارف النص بيتكلم طب عن انت عارف ايه؟ النص فين؟ ايه؟ انت عارف النص فين؟ عارف النص فين؟ اه نطلع النص مش مشكله. يعني انت مش عارف النص فين وبتكذبني يا فندم؟ لا مش عارف النص. اطلع لك النص مش مشكله. فين انت ايه النص يا النص اللي فندم؟ انت بتقوله؟ اكتب وراك اهو. من خالف ناموس موسى فعلى شاهدان او ثلاثه يقتل بلا رأفة. كده رأفة كمان؟ نعم. ماشي نطلع ونشوف. انت عايز تعمل نقاش يعني مسيحي اسلامي؟ والله يا فندم حضرتك طرحت سؤال، قلت لي ده مش حد رده مش موجوده في الاسلام، جبت لك اهو من الكتاب المقدس، وبتقول لي كمان انا مالي بالعهد القديم. لا انا ما قلتش انا مالي بالعهد القديم. قلت ده ناموس موسى يعني. ده ناموس موسى. اه ايوه. اه هو نص في العهد الجديد يا فندم. اهلا بيك تاني مره.